كاين واحد النوع ديال البشر كيشوف النملة غادية في طريقها باش تقلب على رزقها، وكيبدا يحط صبعو باش هي تقلب الطريق، وكتسناه انه يبعد منك انت اللي بشر فحالك فحالو. غادي تلقى بزاف ديال الناس من هاد الصنف في حياتك، ولكن حاول تلقى اي طريقة باش تفاداهم وتتخلص منهم وتكمل الطريق ديالك. حيت كاين واحد الناس انت بالنسبة ليهم غير مجرد هدف، غير يوصلوا ليك ما كتبقى تسوى عندهم والو، وما كتبقى عندك حتى قيمة عندهم. كاين واحد الناس انت بالنسبة ليهم غير مجرد مصلحة، غير يقضيو بيك اغراضهم ويعرضوك للسلامة وما يبقاوش حتى يسلموا عليك. كاين واحد الناس انت بالنسبة ليهم مجرد انبهار، غير يتقربوا منك ومع الوقت يحيد الانبهار وكتولي كأيها الناس، وكيبعدوا ويبداو يتقرب من واحد اخر مازال مبهرين به. كاين واحد الناس انت بالنسبة ليهم المتاح وما كاينش معاه من يدوزوا الوقت، وراهم قاضيين بيك الغرض حتى يجيب الله البديل وما يبقاوش يعرفوك. كاين واحد النوع ديال البشر من اللي ما كيقدرش يدير بلاصتو وسط الكبار، كيجمع الصغار وكيرجع هو الكبير ديالهم. كاين واحد الناس كيف ما كنت انت بالنسبة لهم هو العالم كله، وكيبقاو ديما معك مهما طال الزمان واختلفت الظروف والاماكن والمسافات. عمرهم يتخلاو ولا يستغناو عليك، وبالعكس القيمة ديالك تتزاد عندهم نهار على نهار. في رحلة الحياة كنتلاقاو مع كل انواع البشر، واهم حاجة هو تكون انت من داك النوع اللي عندهم الحكمة واللي ما كيتبدلوش مهما كان النوع ديال الناس او المصلحة. خليك ديما صادق وامين، واستمتع وتعلم من كل العلاقات، وخلي كل واحد حر في الطريقة اللي كيشوفك بها او اللي كيتقرب ليك بها. خلي بلاصتك عند كل الناس نقية، وكون اكيد انه الرباح عند مول النية. ومن هنا ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم.